ده مين بقى الاول؟ ده مخطط الحروب الفيلسوف الصهيوني اللي كتب عنه كمان الاخوان المسلمين، اللي من اخطر خلق الله، اللي هجيبوا لك مع قيادات، اللي كان مع الثوار ملازمهم يوم بيوم. حاطط ايده على كتف وريني كده. وعلى فكره جيش. على فكره ما هو انت ما تلومش عسكري جيش، لان عسكري جيش ما يعرفش، ما تلومش ست ام جلابيه والنبي بيه عشان خاطر سيب الاستاذ ناجي يتكلم بقى. انتوا الكلام انتوا الثقافه عندكم، اصبر بس شويه. بص لي يا عم الحاج، اما بص دي لقطه قول يا عم ناجي. باينه لك، شايف كده جايبها الكاميرا كويس؟ في وسط المظاهرات في قلب مصر العامره يرفع العلم المصري الاسرائيلي، صديق جميع القيادات الاسرائيليه، المخطط الاول، المشترك اللي نازل مع جورج سورس يدمر العالم كله. دي صورة هو بيأمن على ليبيا، بيخلص على ليبيا مع العميل الليبي اللي انقسم وباع بترولها دلوقتي، مع معمر بكل هبل وكل جنانه في شغل عملاء شغالين. يعني وبعدين ما يجي واحد يسألني سؤال، هل الداخلية ضربت نار؟ ضربت نار، بس القناصة اللي غير معروفين الشكل جم منين؟ جم عن طريق الدكتور وبعض العملاء، ودخلوا وزارة الداخلية، سطح وزارة الداخلية عن طريق حسن عبد الرحمن. الداخلية ما اقدرش ادخل فوق سطح الداخلية واضرب. وفي فيديو هنا بيأكد لك ويقول لك احنا لو الداخليه والشرطه في اي بلد ما ضربتش احنا المفروض نضرب عشان نسيل الدماء. يعني ده كله ده في وسط ام جلابيه، الناس الغلابه. ليك يا دكتور، الناس اللي شافت يا اختي ايمان استني نشوف العلم المصري، شوف الكارثه. قال له امسك العلم المصري، رفض يمسكه. مين ده؟ اللي هو الليبي، اللي هو لا ده شايل العلم وحضنه شايله الله يصلح حالك. شايله بس الله يصلح حالك. الله يصلح حالك. ده هو ده المخطط الله يصلح حالك بتاع السي اي اي. انت داخله على حاجه اسمها الثورات البنفسجيه الوقت، اللي هي الثورات على العقل. اسمعها بس يا استاذ، انا اقعد اسمع. دي صوره في قلب ميدان التحرير يا شباب، والراجل واقف حاضن الاعلام بيحب مصر. ليفي بيحب مصر. مين ليفي بقى تاني؟ ده بيسميه الفيلسوف الصهيوني، مخطط او مهندس الحروب في العالم، اللي بيرسم استراتيجياتها وكل كلماته ما يكتبه، ومخرج وفنان وشاعر ده صور مراته عاريه وتجري فيها عملها في كتاب. ليس له مله ولا دين. حلو، ده موجود. اديني غيره. خد غيره واتفرج. هات الصوره يا عم ممدوح. المصري اللي حاضن ليفي موجود اهو. انا بسال سؤال في التحرير اهو. انا مش هغلط في الجيش. واقف في التحرير. استنى طول بالك انت. طول بالك لو سمحت يا عم ناجي. اتفضل. اهو واقف اهو، شاور بالسهم عليه في قلب ميدان التحرير وسط المظاهرات، وهو ينفذ الخطة التي وضعت لتوفيق عكاشة قال عليها من 4 شهور. من كم؟ من 8 شهور. اهو قول يا عم ناجي كمل. لا اجيب لك، انا هجيب لك اكتر. شفت الستات حاضنين شايل العالم بحب؟ ايوه انت جبت لنا دي قبل كده. شفت دي؟ حاضر نجيب لك غيره. ده بقى هنا ده ليبيا، دي في ليبيا هو واقف سائر وكده وبيطلع المنصه بيكتب في الجماهير يحمسه. طبعا هو قاعد هنا مع اسمه ايه، مع نتنياهو. مع نتنياهو. طب هو فين؟ ده صوره نتنياهو بس. هو هنا طالع حاضن العسكري المصري. استنى يا حبيبي. هنا حاضن العسكري المصري. ده موجود من قبل الثوره طبعا. لو انتم بتسالوا عن اليورو والدولارات كانت بتيجي عن طريق الجماعه دول. وهل اللي في التحرير كانوا بيقبضهم؟ لا، انت عندك تبقى بعيدها تاني. لو طلع في التحرير 8 مليون مصري بالهم والفقر، لا نستثني ان في فئه عميله خاينه موجوده في وسط دول، اللي طلعوا شرفاء. انا طلعت وغيري طلع، مش كلنا كده، لان احنا ما نعرفش. لان في واحد بيسالني سؤال، انت كل الناس عندك بقت خونه؟ قلت له ما يبقى في 83 مليون وفي 2 مليون خاينين، ما هو ده الطبيعي. الناس كلها مش ملايكه. اما اجي ابص على احدى السائرات اللي كاتبه على النت عندها، انا واحد بيقول لها بتحب مصر وانا مؤمن بيك، قالت له يا عم ده شغل، احنا بناكل عيش. موجوده معايا. ده في مكان اخر في فرنسا، ده طبعا هو مذهب الانتصار العظيم العبقري. ما هو في التحرير. انا بجيب لك التحرير دلوقتي. ده طبعا برضه في التحرير ومسجل، يعني هو عنده هنا افغانستان في كذا في كذا في كذا. وطبعا هنا قام اعلن صرح ان هو اللي كان بيمول الثوار بالمون والاكل والشرب وغيره. ده الاخ ليفي حاضن الجنود اللي موجود قدام الامن وقدام الشرطه وقدام الجيش. انا ما بتهمش لا الجيش ولا الشرطه. الجيش كتر خيره والشرطه. انا فين المخابرات المصريه اللي كان في السويس ممسوك يهودي، وفي اسكندريه ممسوك 3 ويهود ولابسين نقاب ونازلين في وسط الناس؟ ده شغل. غيره يا عم ناجي كمل. المخابرات المصريه فين يا جماعه؟ ده مع الاخوه الاعداء طبعا بعد بيخلص في ليبيا طبعا هناك اهوت. طبعا هنا في اسرائيل طبعا شبابه كله من طفولته عايش في الليله دي.
طبعا هنا مع المجندين الليبيين اللي هم الثوار ويمدهم بالاسلحه. ده ماليش دعوه بالموزس. خليني مع طبعا رايح يطمئن على صحه الجيش الليبي ده ما انتم شايفين، والناس متعاطفه معاه. احنا شعب خايب. مع مين ده بقى الصوره دي؟ مع احمد النجار في الاهرام، مبنى الاهرام والدراسات الاستراتيجيه، على اساس ان هو راجل عالم وفيلسوف وكده. في صوره، وطبعا هنا قاعد مع الجماعه الليبيين وبيرشدهم راجل تم ما بينهم عقد ربنا على فكره يديهم يا دكتور الصحة. توفيق ما بين طبعا إسرائيل قاعد وليبيا. مع الجماعه اللي انفصلوا عن اخونا معمر وقاعد ينصح ويوجه. هتجيبه هنا هنا بقى مع اسمه ايه بتاع الاخوان اللي بيحوش ايده عنه، اسمه ايه الحسيني. أيوة. اسمه ايه؟ سعد الحسيني. سعد الحسيني. طبعا هنا مع نشطاء الليبيين. يعني لا رجع لي الصوره دي تاني يا عم ما يقفش عند رجع لي الصوره دي لو سمحت. دي اتفضل حضرتك خش لي عليها. خش استنى يا استاذ وقف، طول بالك. حاضر طول بالك. حاضر. ادخل يا استاذ ممدوح على الصوره. اصلهم كتير على الاخر كده يا استاذ ممدوح. اصل مش ده لوحده. الصوره دي عشان نكون واضحين يا استاذ ممدوح، سيبك مش عايزين الهزه والنبي. الهزه الصوره مع النائب الاخواني السابق عضو جماعه الاخوان المسلمين اهو معاه. طب هو بيزق ايده ليه؟ انا ما دخلتش في الحوار، بس انت زي ما تعلق عليه ده علق. هو مع احمد النجار بيعمل ايه؟ طب كم؟ ما تاخذنيش يعني، انا احب اكون موضوعي في كل حاجه. طيب وهو مع الواد الليبي الغلبان ده بيعمل ايه؟ وهو قاعد مع القياده المنشقه عن عم معمر القذافي بيعمل ايه؟ تبع الناتو؟